السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الأعزاء، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد باش نشوفوا فيه كيف نصنع بسكويت صحي بدون سكر أبيض وبدون دقيق. نبداو في الوصفة. باش ناخذوا 150 جرام كاكاوية اللي هي الفول السوداني، محمصة ومرحية، معناها نطيبوها شوية في الفور، ما نحرقوهاش بيان سور، ونرحيوها لين تولي بات. باش نزيدوها ملعقة متاع أكل كبيرة متاع زيت زيتونة، ونستحسن معناها تكون زيت زيتونة على خاطر احنا نعملو في بسكويت صحي. لهنا باش نحليو في عوض السكر الأبيض، باش نحليو بدبس التمر. ناخذوا 3 مغارف دبس التمر، واللي ما عندوش دبس التمر ينجم يبدلو بمغارف 3 مغارف عسل النحل الطبيعي معناها. نحاولوا نمزجوهم مع بعضهم المكونات الكل لين تولي عنا خليط كريمي. هذا بسكويت صحي ما فيهوش سكر ابيض مضاف، زادا ما فيهوش دقيق. تو نشوفوا ما فيهوش الدقيق الابيض معناه. تو نشوف المكونات، باقي المكونات. هنا ناخذوا مغرفه فانيليا سائله، وعندنا لهنا 2 مغارف متاع اكل كاكاو خام، كاكاو هذاك المر معناها. نحاولوا ناخذوا نوعيه باهيه باش تعطينا ريحه البسكويت نتاعنا. ونحطوا مقدار مغرفة صغيرة متاع قهوة، خميرة حلويات، خميرة جاتو. هنا عندي 50 جرام دقيق، دقيق الشوفان. انا رحيته وحدي وغربلته ونحيت منه هذوكم البارتيكول الخشين، وقعد لي ذيك الدقيق معناها نتاعو. نجمو تشريوه ديريكت من المغازان، دقيق الشوفان موجود. هنا من المستحسن نستعملوا اليد باش نجمو نخلطوا الخليط نتاعنا بالباهي. حسيتوا الخليط نتاعي مازال طري شويه، زدته مغرفه نشاء. ميلزموش يكون يابس ياسر بالطبيعة، خاطر نقراو حساب الشوفان معناها مازال باش يشرب شوية، واحنا ما عندناش برشا مكونات سائلة. نحلوها بين 2 طبقات من البلاستيك، والا 2 بابي كويسون، 2 طبقات باش ما يلصقلناش في الرخامة، وباش نسهلوا على رواحنا معناها انه نحطوه في الطبق والكل، ويحافظ على الشكل متاعو. شفتوا ذوكما يظهر فيه النكت البيض ذوكما، الكاكاوية معناها الفول السوداني. خاطر انا ما نجمتش نرحيها معناها بات، ما نجمتش نرحيها خرجها بور معناها دو كاكاوات، خليتها كيكا بات فيها ديما تقعد ظروف صغار يعني يظهروا. مش مشكلة، بالعكس معناتها هما يعطيونا شكل مزيان. يعني خذيت هذاك القلب اللي باش نقص بيه الطابع هذاك مكتوب فيه ثانك يو، هو تنجموا تاخذوا الطابع اللي تحبوا عليه، الشكل اللي تحبوا عليه. لهنا ما نحلوهاش خشينة ياسر، نحملوها معناها رهيفة شوية. معناها 50 جرام شوفان و 150 جرام كاكاوية،
ومغرفتين كاكاو، فريمون عملوا لي طبق معناها مليان. شوفوا كيفاش طلع لوبي ثانك يو. ثم اشكال والوان في السوق طويبه كما تحب. هنا كملنا كعبات نتاعنا الكل، حطوهم على فرن مسخنينه من قبل على 150 درجة مدة 8 دقائق. وردوا بالكم راهو فيسع فيسع معناها ياخذ لون ويحمر ياسر. ردوا بالكم تحرقوها على خاطر فيه الكاكاو وفيه دبس التمر والكاكاوية زاده، معناها هذوما حاجات كلهم فيسع ما يتحمروا في الفرن. جي كروكون محلاه، تو تسمعوا القرنبيشة متاعو، وفي نفس الوقت صحي تنجموا تاكلوا منه من غير ما تخافوا. ان شاء الله تجربوا الوصفة ونشجعكم باش تجربوها. وكان عجبكم الفيديو بيان سور ما تنسونيش في اللايك. نقول لكم باي باي.